وكالعادة بنجري ورا أي إشاعة والهبد شغال. الله ينور. الحقوا بيهدوا الأهرامات، وقبلها الحقوا بيبيعوا الأهرامات. القصة ببساطة، واحد بيزور الأهرامات معدي عند هرم خوفو، لقى ناس بتكسر في الهرم. كتر ألف خيره، راح مصورهم ونزل الفيديو وكتب له كلمتين فوقيه: الحقوا مصر بتكسر الأهرامات، مصر بتهد الأهرامات. وبطبيعتنا على طول كله شاير الموضوع، تك 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 تك. وصل الموضوع انه بقى ترند، لدرجة ان الفضائيات ابتدت تستضيف ناس متخصصة في مجال الآثار، والموضوع اصبح ترند. عارف، لو فكرنا 5 ثواني بس قبل ما نشير او قبل ما نكتب او قبل ما نصور او قبل ما نحط رأينا الشخصي في الموضوع، هتفرق كتير. بالتواصل مع دكتور أشرف محي الدين، مدير عام الهرم وآثار القاهرة والجيزة، واللي أكد في تصريح خاص لمحرر الأخبار المسائي إن الفيديو المتداول اللي فيه عمال بيكسروا في الهرم ما هو إلا تغيير شبكة الكهرباء اللي موجودة في الهرم الأكبر خوفو، واللي بتتم من سنين كتير، وكل سنة أو كل سنتين أو 3 بيتم تغيير الشبكة دي، نظرا لان هي بتتهالك او بتتدمر او يحصل فيها حاجات بتبوظ. الكابلات الموجوده في هرم خوفو اللي بتمد الهرم بالكهرباء عليها طبقه من المونه او من الاسمنت اللي بنفس لون حجاره الهرم. بالتالي العامل لما يجي يكسر عشان يوصل للكابل فلازم يكسر المونه اللي موجوده عشان يقدر يوصل للكابل ويشوف الاصلاحات اللي مطلوبه. واكد كمان دكتور اشرف انه لم يتم المساس بجسم الهرم تماما. لو سالت نفسك سؤال واحد بس وحاولت تجاوب عليه او تفكر في الاجابه، ما كانش ده حصل. هي مصر هتهد الهرم ليه؟ اكتب لنا في التعليقات لو عندك إجابة. أشوفكم على خير.